على اخدكم معايا في رحلتي لاجمل مكان في الصحراء الغربيه. يعني لو عايز تبعد عن الدوشه، تبعد عن الصداع اللي هو في المدن والتكنولوجيا وكل الكلام ده، تعالى معايا. دي بتصنف من المحميات الطبيعيه وانها جنه الصحراء. السلام عليكم، انا نرمين. لو عجبك الفيديو او عايز يعني نكمل في المحتوى، ياريت تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو. نبتدي. واحد سيوة، هي طولها حوالي 80 كيلومتر وعرضها 20 كيلومتر. هي بيسكنها الشعب الأمازيغي، أو يعني ليهم لغة خاصة اسمها الأمازيغية، وبيتكلموا عربي بعد كده لما بيخشوا المدارس. اسمها زمان أيام القدماء المصريين سخمة دي يعني أرض النخيل. دي قبائل الهوار، دي جيهم من أرض الأندلس، وبعدين جيهم قعدوا فيها بقى وبعدين لآلاف السنين. هي بقى من حوالي مثلا أيام رمسيس الثالث بالأسرة 21. دي كان عايز جيوش من الجيش، عايز جيوش تنضم معاه اللي هم الجيش المصري. الجيوش دي مرتزقة، فمنهم اللي هم الأمازيغ، وإن هو دخلهم في الجيش ده من ليبيا. وكان ده حوالي زاد عددهم بعدها حوالي 250 سنة، زاد يعني عددهم ساعتها. وإن هم بعد كده مسكوا الحكم، بدأ بقى في الأسرة 21 بعد حكم الملك بنسونيس الثاني. وتولى شنقيق الأمازيغي بعدها، تولى الحكم بعد وفاة الملك عشان ما يحصلش انقلاب. وكان بانتخاب الشعب المصري يعني الأسرة 22 و23 وال24، وحكم الأمازيغ 200 سنة. بعد كده هو جيهم في العصر الفاطمي، جيهم بعد بعد الدولة الأخشيدية. كان المصريين كانوا بيكرهوا الدولة الأخشيدية، وجيهم مع المعز الدين الله الفاطمي. جيهم الجيش الأمازيغ حوالي 100,000 جندي، وجوهر الصقلي كان واحد منهم. دي قبيلة اسمها كتامة، وعاملين حارة في القاهرة. عملوا أبواب القاهرة، منهم باب زويلة وباب الشعرية وأبواب تانية. نتكلم بقى عن القبائل فيها كل قبيلة ليها شيخ أو حاكم، بيبقى حاكم عرفي بالانتخاب. نتكلم بقى بعدها عن البحيرات. دي المياه الجوفية، نظام وجلدية. يعني لو حد مثلا عنده مرض جلدي او مثلا يعني جسمه بيوجعه كعظام، ربنا يشفي الجميع يعني. في بحيرات مالحة وفي بحيرات عذبة. وفي العيون، في 200 عين، وان هم اشهر عين فيهم هي عين كيلوباترا. البحيرات بقى اشهر بحيرات فيهم اللي هي بحيرة الزيتونة والمعاصر وسيوة والمراكي. بالنسبة للنباتات بقى، هي فيها 40 والأشجار. هتلاقي بقى المشمش والتين والرمان والبلح والليمون والزيتون، وفي نباتات كمان طبية وفي عطرية. في معظم الأكلات اللي عندهم من زيت الزيتون أو البلح، والحاجات دي يعني كلها بتطلع طازة. بالنسبة بقى للحيوانات، في حيوانات زي الغزال، وفي الثعالب، في الأرانب، وفي الطيور، وفي برضو طائر كانوا هما بيقدسوه زمان وبيعبدوه. المعبودات اللي كانت زمان كانوا بيعبدوا القمر البدر أو الإله أمون بن كبش، وبيعبدوا الطائر البشراويشي. بالنسبة للبيوت بتاعتهم، فهي بيوتهم من الملح وطين، بيحطوا عليها اللي هي عيدان الخوص او اللي هي النخل، واللي هي النخل بتاع الزيتون،
ده اللي هو العادي عندهم، لان بيلطف الجو. هنلاقي مثلا زي قلعة تشيلي دي من الاماكن السياحية دي، اتنشأت في القرن ال13 الميلادي، وابوابها ونوافذها من الخشب الزيتون والنخيل. في بقى معالم اثرية تانية للي عايز يزورها، في جبل موتى، في بحر حوت، وفي سي امون. ده غير كمان ان السياحة العلاجية، لو حد عايز ان هو يعالج عظمه فهو بيدفن الرمل ما عدا راسه، وبيحطوا له حاجة زي الخيمة على راسه عشان الشمس، عشان بيطلع كل بقى الألم او اللي بيحس بيه المريض اللي هو بتاع العظام، وربنا يشفي الجميع. بالنسبة بقى في حاجات لو عايز حد يشتري حاجة تذكارية او تحف فنية والكلام ده، هما بيعملوا تحف من الملح، بيسيبوا الملح يعني يبقى ياخد شكل، وبعدين بيعملوا بيه بقى زي فازات اباجورات، شوف اللي انت عايزينه. يا ريت تكون الرحلة عجبتكم، متنسوش لو عايزين اي موضوع تاني اكتبولي تحت في الكومنتات، قولولي لو عجبكم الرحلة.